اوروبا على مستوى المنتخبات والانديه هي الاكبر والاعظم. نعم. فوضع القاره الاوروبيه في المقام الاول. جه بعدها قاره امريكا الجنوبيه طبقا للرانكينج حتى على مستوى المنتخبات. فامريكا الجنوبيه بتاتي في التصنيف الثاني. جت افريقيا واسيا في التصنيف الثالث. ولكن ده معيار كان الاساس مين يبدا قبل مين. فعلى هذا الاساس بدا باربع انديه الاعلى في اوروبا حطهم تصنيف اول، اربع انديه في امريكا الجنوبيه حطهم تصنيف اول، وجه على الثمان انديه بتوع اوروبا حطهم تصنيف ثاني عشان ما فيش فرق امريكا الجنوبيه تقابل بعض. نعم. عشان اوروبا وامريكا يكملوا في البطوله لغايه يبقى في مسار معين. طيب ليه الاهلي اتحط تصنيف ثالث والترجي وصن داونز اتحط تصنيف رابع؟ ده بقى هنا نروح لتصنيف الاتحاد الافريقي. ايوه. هنا الاتحاد الدولي اعتمد على تصنيفات الاتحادات القاريه برضه مش بالبطولات، اعتبرها ايه؟ مين رقم واحد في افريقيا دلوقتي؟ نعم. النادي الاهلي. مين رقم اثنين؟ الوداد، طبقا لايه؟ تصنيف اخر 5 سنوات. نعم. جه على الترجي وصن داونز هم في التصنيف الثالث والرابع. نعم. فاتحطوا في التصنيف الرابع في قرعه كاس العالم. فعلى هذا الاساس